مساء الخير، مساء النور، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. معكم فاطمة الزهراء من وصفات أمي حية وعالية. اليوم جيتكم فيديو جديد، فيديو ديال واحد الكيكة اللي كتجي أكثر من رائعة. واحد الكيكة اللي بكريم باتيسير وبالتفاح واللوز إيفيلي. كيكة قديمة ماشي جديدة، غير تشهيت هكا شي كيكة بالتفاح وقلت غادي نديرها، وقلت علاش لي ما نصورهاش معاكم. وهذا هكا كيجي الشكل النهائي ديالها، واحد الكيكة اللي كتجي بداك الكريم باتيسير، كتجي بواحد المذاق وواحد القوام اللي زوين بزاف. وغادي نبداو الفيديو بسم الله على بركة الله. غادي ناخذ هنا واحد الإناء، غادي ندير فيه 4 ديال البيضات. غادي ندير كاس ديال السكر سنيدة اللي هو السكر حبيبات ولا السكر الخشن. غادي ندير كاس مملوء. عندي هنا كيس ديال السكر بالمذاق ديال الفانيليا. عندي قبصة ديال الملحة لتصحيح الذوق. عندي كاس ديال الزيت نباتية، كاس عامر مزيان ديال الزيت. وعندي واحد الياغورت بالمذاق ديال الفانيليا اولا دانون بالمذاق ديال الفاني. صافي هنايا غادي ناخذ واحد الميكسور، ولا تقدروا ديروا هذا الخليط في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. انا خديت هذا البرا ميكسور، وغادي نطرب الخليط ديالي حتى ينسجموا العناصر مع بعضياتهم ويذوب داك السكر. هانتوما كما كتشوفوا على هذا الشكل. وصافي هنا غادي ندوز باش غادي نضيف الدقيق الابيض. عندي 3 ديال الكؤوس الا ربع، عندي 3 ديال الكيسان قل ربع ديال الدقيق الابيض اللي هو الفورس. ضفت هنا 2 ديال الكيسان. غادي نضيف عليهم 2 ديال الاكياس ديال الخميره كيميائيه من وزن 14 غرام، 7 غرام في الواحد. غادي نحرك هاد 2 ديال الكؤوس، عاد غادي ندوز باش غادي نضيف كاس الا ربع اللي بقى ليا. ها نتوما هذا الكاس الثالث مع مرش ديال الدقيق الابيض اللي هو في المجموع 3 ديال الكيسان قل ربع. صافي غادي نخلط مزيان مزيان لهذا الدقيق مع دوك العناصر، وغادي نحطو على جنب. غادي ندوز هنا للكريمه. عندي نصف لتر ديال الحليب، غادي نضيف ليه 3 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده. غادي نضيف ليه 3 ديال المعالق كبار مملوئين جيدا ديال بودرة الكريم باتيسير. 3 ديال المعالق عامرين مزيان ديال البودرة ديال لا كريم باتيسير. غادي نحرك هاد العناصر مع بعضياتهم، وغادي نوضع الكاسرونه ديالي فوق النار مع التحرك المستمر حتى تعقد ليا الكريمه. صافي خديت هنا المول اللي غادي ندير فيه هاد الكيكه، دهنته بالزبده ودرت ليه الدقيق الابيض. غادي نعاود نحرك ديك الخليط ديالي ديال الكيكه، وغادي نفرغها في المول كما كتشوفوا على هاد الشكل. غادي نحاول نوزع الخليط ديال الكيك ديالي في المول. الكريم باتيسير راها عقدات وحيدتها من فوق البوطه. صافي كنحركها مزيان، راه ما عندي فيها لا حبيبات لا تكتلات لا والو.
صافي غادي ناخد واحد المعلقة وغادي نهز ديك الكريم باتيسير وغادي نحاول نوزعها على الوجه ديال الكيكة على هاد الشكل. صافي غادي تحاولوا توزعوا ديك الكريمه ديالتكم كامله على الوجه ديال الكيكه. غادي ناخذ شرائح ديال التفاح، عندي التفاح اللي نقيته حيدت ليه القشره وقطعته هكا شرائح. غادي نحاول نستفو وغادي غادي نحاول ندخلو في الوجه ديال الكيكه. هانتوما كما كتشوفوا على هاد الشكل. صافي غادي نحاول نستفو كامل على الوجه ديال الكيكه. غادي ندخلو مزيان باش يجي لاصق في الخليط ديال الكيك وديال الكريم باتيسير. عندي هنايا شويه ديال اللوز ايفيلي غادي نديرو على الوجه، غادي نوزعو على الوجه ديال الكيكه. صافي كملت الكميه اللي عندي ديال اللوز ايفيلي. صافي غادي نشعل الفران حتى يسخن، يسخن مزيان مزيان. غادي نديرو على عافيه مهيله. غادي نحط الكيكه ديالي في الرف الفوقاني وغادي نخليها حتى طيب وغادي نهبطها ندير لها العافيه من الفوق حتى يذهب ليها الوجه ويولي هكا على هاد الشكل. ها نتوما شوفوا كي جات ما شاء الله هكا واحد الكيكه اللي جات رائعه وجا فيها واحد الشكل اللي زوين بزاف. صافي غادي نحاول نحيد لها داك الاطار وغادي نحطها هكا في الطبق ديال التقديم. غادي ناخذ واحد شويه ديال السكر الناعم درتو هنا فهاد الصفايه وغادي نحاول نغبر الوجه ديال الكيكه ديالي على هاد الشكل. كيزيد يعطيها هاد السكر الناعم واحد الجماليه وواحد المنظر اللي رائع. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالي من بعد ما ساليتها. درت ليها جبتها من الفران، درت ليها شويه ديال السكر الناعم على الوجه ديالها. شوفوا ما شاء الله على منظر كي جا بداك التفاح وديك لا كريم باتيسير داك اللوز ايفيلي كلهم تواتاو مع بعضياتهم. غادي ندوز هنا باش غادي نقطع معكم واحد طريف تشوفوا الكيكه ديالي كي جات من الداخل. كما قلت لكم هي راها كيكه قديمه ماشي شي حاجه اللي جديده، غير هي كتجي زوينه بزاف. ايوا صافي ملي نط نديرها قلت علاش لي ما نشاركهاش معكم. ها نتوما شوفوا ما شاء الله، شوفوا كي جات من الداخل ديك الكريم باتيسير هبطات لتحت ديال الكيكه وجا فيها واحد المنظر اللي زوين بزاف. غادي ندوز هنايا باش غادي نقطع معكم طريفات. ها نتوما شوفوا القوام ديالها كي جا مخلطه ديك لا كريم مع الكيكه وعطات واحد المذاق اللي زوين بزاف. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وكنتمنى هاد الكيكه تعجبكم وما تنساونيش من لي لايك ومن التشجيعات ديالكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.